الناس اللي بتدي excuses. احنا ليه بنقول excuses؟ علشان الموضوع عشان ما يبقاش الموضوع واخدينه من بره كده، اللي هو excuses، فما ينفعش ندي excuses. احنا ليه بندي excuses؟ first of all احنا بندي excuses لما بيكون في comfort zone هتخرج منها. يعني ايه comfort zone؟ اللي هو الحته بتاعتك اللي انت مش عايز تخرج بره منها، الحته اللي هي بقى فيها انت مش بتظهر الكونفيدنس بتاعك او مش بتطلعه على الاقل. مطلوب منك مثلا برزنتيشن، والدكتور بتاعك في الجامعه او المدرس بتاعك في المدرسه whatever بيطلب انك تعمل البرزنتيشن دي. انت بقى ايه تقوم اعمل كده مثلا؟ لا مش هذه البرزنتيشن، لا اطلع اشرح واتكلم قدام الناس واعمل وهغلط. لا هغلط، معلش، لا اصل هغلط، ممكن اطلع وفي وسط الكلام كده اهبل، والحته اللي انت مش عايز اللي هو ايه تاخد ريسك كده، انت مش بتعمل حاجه في حياتك. هقول لك حاجه وبكل بساطه، انت الاكسكيوز ده على الاقل مثلا لو انت بتقول انا هدي اكسكيوز لحد ان انا مش هعرف اعمل كذا او مكسل اعمل كذا، لما تدي الاكسكيوز ده لحد على الاقل بيكون في حته صدق او كذب. لكن بقى في اكسكيوز انت بتديه لنفسك، اللي هو انت بص يا برو احنا مش هنعمل فلوج النهارده، ماشي خلاص كده، احنا مش هنمسك الكاميرا وخليها بقى في الدولاب قاعده الكاميرا وانت قاعد على الموبايل تتفرج على فلوجات. انت بتكلم نفسك وبتدي اكسكيوز لنفسك، بس انت بتكون وصلت لدرجة مش لطيفة بانك بتحاول تقنع نفسك بفشلك، او بتحاول تقنع نفسك انك disabled او ما تقدرش تعمل كذا او فكك من كذا او بلاش كذا. فلو هتدي اكسكيوز لحد it's up to you، يعني فيها صدق او فيها كذب. لكن احنا دلوقتي انت بتكلم نفسك وبتدي اكسكيوز لنفسك ما فيهوش حاجة غير الفشل او opportunity جاتلك في حياتك، فانت عايز تدي اكسكيوز بقى عشان ايه؟ معلش كومفورت زون يا عم، في ايه كتر الاكسكيوزز في الحياه ده بقى ايه؟ مش هقولك لا بلاش، انت الحق نفسك من الاول من المكان اللي انت فيه دلوقتي، من الوضعيه اللي انت فيها دلوقتي. الحق نفسك، كفايه اكسكيوزز، اخرج بره الكومفورت زون، هتعيش حياه ليها طعم. anyway انت او انتي اللي بتتفرجوا على الفيديو، من سنك دلوقتي، من وضعيتك دلوقتي، اي اكسكيوز هتديه لنفسك معلش، لا معلش ما تديش لنفسك اكسكيوز كده. خد بعهد مع نفسك انا مش هدي لنفسي اكسكيوز وهشوف اخري فين. انا معاق، انا ديسيبلد، انا متخلف عقليا. وانا متخلف عقليا وانا مش انسان من حق ان انا اخد الاوبورتيونيتيز بتاعتي اللي في الحياه، وفي حاجات مفروض اعملها في حياتي مفروض تتعمل يعني بجد. one of the keys to success, one of the keys to happiness, no excuses. ان انت في الكومفورت زون بتاعتك، قاعد على السرير بتاعك نايم ماسك الموبايل، سكرول على انستجرام، سكرول على سناب شات، سكرول وات ايفر، دي الكومفورت زون بتاعتك. انا مش جاي اقولك العب بعيد، انت اكسكيوزز، انت شخص عباره عن كده. لكن لا، يعني احنا في حياتنا دي بنحاول نعرف ايه هو الطريق اللي بيودي للسعاده، اللي بيودي لحياه full of راحه. لكن one of those things البيزك قوي انك ما تقعدش كده وعلى الموبايل، على التاب، على اللابتوب جيمنج قوي، فمتوقع بقى حاجه تيجي وانت حياتك كلها شكل واحد. لو شايف ان الفيديو ده افادك وخدت منه رساله واستوعبتها، ولو شايف ان في حد محتاج حاجه زي كده، ابعت له الفيديو او اعمل له تاج. ده سلام.